عايز انا عارفه ان احنا في اخر اليوم خلاص وان انتوا ارهقتوا شويه، بس انا كنت عايزه اتكلم معاكم عن حاجه ممكن نكون ما سمعناهاش قبل كده. بما ان كلكم رواد اعمال، في شويه عمل متاخر. لا عادي اصلا لو عندها ميتنج صغير تخلص. بما ان كلكم رواد اعمال وكلكم عندكم سمول بزنس، فانا كنت عايزه اول حاجه اسمع منكم حضراتكم تعرفوا نفسكم. تاني حاجه كنت عايزه اعرف ايه اكتر حاجه انتوا شاطرين فيها او ايه اكتر حاجه انتوا شايفين ان هي سمارت بالنسبه لكم. ممكن نبدا؟ اسمي رعد النبي. البيزنس بتاعي هو حاجه صغيره دلوقتي، يعني بعمل كده فيديوهات على اليوتيوب بحكي فيها قصص للاطفال عشان بعرف العب بسهوله. اوكي، شايفه ان دي اكتر حاجه انت ناجحه؟ يعني مميزه في صحابي بيستغلوا بقى الفيديوهات دي لما هم بيكسلوا يحكوا لاولادهم فيفرجوهم على الفيديوز بتاعتي كده. حاجه حلوه. اتفضل. طيب انا اسمي حسام حسن، بشتغل في الاتش ار بقالي 3 سنين تحديدا في ريكروتمنت والاودي. ممكن اقول ان الحاجه يعني بحسب نفسي على الموضوع مميز فيها شويه حته الريكروتمنت، ان انا عندي اكتر من مصدر للريكروتمنت فبقدر اقفل البوزيشنز او الفيكنسيز اللي عندي بسرعه شويه. اوكي، دي اكتر حاجه انت سمارت فيها يعني عبد الرحمن، انا شغال اتش ار بقالي حوالي 8 سنين. اشتغلت في الاودي تالنت اكوزيشن وريكروتمنت وال ان دي والكومن بين بس بسيط. بحب الداتا اناليسيس وبحب الكوميونيكيشن مع الناس. ممكن اقول ان انا شاطر في الكوميونيكيشن احسن نفسي يعني. شكرا. اتفضلي. انا رحمة طارق، بشتغل في الاتش ار بقالي 3 سنين. اكتر حاجه يعني احسن ان انا كويسه فيها غير الاكل اللي انا بعمله. انا لازم نفسك على فكره خلاص. اوكي يلا بينا. يعني احسن نفسي ان انا جود ليسنر كويسه قوي والناس تحب تتكلم معايا وكده، جزء اصلا من شغلي يعني. دي حاجه حلوه جدا. شكرا. اتفضلي. حسام عبد الذاكر، بشتغل مترجمة بقالي 7 سنين. أنا بشوف إن أحسن حاجة فيها هم حاجتين. أول حاجة إن أنا دايما بدون ماي بيست، عمري ما بستخسر جهدي في حاجة، لازم بعمل أقصى جهد عندي عشان الحاجة تطلع كويسة. تاني حاجة إن أنا من خلال تعاملي مع اليابانيين وكده بقيت بحترم قوي كونسبت الديدلاين. الديدلاين عندي حاجة مقدسة، مش اللي هو ينفع عن حاجة قبلها أو كده، فبحترم الديدلاين وبدون ماي بيست دايما يعني. طب انا عايزه اسالك انت سؤال سبيسيفيك اكتر. انت بتتعاملي مع يابانيين، يعني في اختلاف كالتشرز جدا. طبعا الموضوع ما كانش سهل من الاول، كنت بعاني جدا، كان ممكن شغلي يترفض عشان اتاخرت دقيقتين، وحرفيا دقيقتين مش ببالغ، ممكن حاجه ما تتقبلش عشان التسليم كانت عليه دقيقه او دقيقتين او كده، بس مع الوقت خلاص بقيت ده بقى من طبيعتي انا كمان، بقيت اعرف اتعامل بالطريقه دي. انا كنت حابه ان انا اعرف نفسي بعدين. انا اسمي هدير حافظ، اتش ار سبيشالست، خبره بقالي حوالي 3 سنين في المجال. شايفه ان انا الحمد لله بعرف ان انا اقفل المرتبات كبيره في وقت قليل، ما اتعلمتهاش اكيد بسهوله، يعني اتعلمتها بعد فتره كبيره. وشايفه ان انا اشتغلت مع شركه قبل كده كان التيرن اوفر بتاعها عالي، عرفت ان انا اقلل التيرن اوفر بتاعتها بنسبه كبيره، وتحديدا في البلو كولر. وحضراتكم في هنا منكم اتش ار فعارف يعني ايه التيرن اوفر يقل في البلو كولر. ممكن تقولوا لي احنا عملنا ايه دلوقتي؟ كل واحد عارف انت عرفت نفسك وفي نفس الوقت ماركتنج لنفسك. انت عرفت انت عايز تقول لي ايه. في حد مننا جاله قبل كده فرصه وضيعها؟ اكيد كلنا جالنا فرص ما كناش عارفين اصلا ان هي فرص، بس جه قدامنا مثلا حاجه وضيعناها، بعد كده جه في دماغنا ان احنا لا دي كانت فرصه مهمه بس انا ضيعتها. حد حصل له كده قبل كده؟ وانا في الجامعه جات لي فرصه ان انا ادرس في اليابان، اكمل دراستي يعني في اليابان، وساعتها يعني كنت ما بين ان انا هسيب اهلي وان انا هسافر، بس في يعني طبعا اخترت اهلي يعني ان انا بعمل كده، بس فيما بعد حسيت ان انا كنت خدت السفر سافرت يعني كان هيفرق معايا قوي في الكارير بتاعي، بس هي دي يعني الفرصه بتاعتي. شكرا، اتمنى ان ربنا يوفقك.
ده اللي انا كنت عايزه اوصله من حاجه. في حاجه ممكن نكون احنا ما سمعناش عنها قبل كده، وهي اللي اسمها، حد يعرف ولا؟ دي اللي هي فرصه الاسانسير، او يعني ده تعبير مجازي عنها، ان احنا ازاي نستثمر وقت صغير جدا ممكن من 30 ل 60 ثانيه في ان احنا نبريزنت نفسنا، ان احنا نعرض فكرتنا، نوصل للي قدامنا احنا قد ايه شاطرين في حاجه معينه، وان انا اعرف انا هفيدك جدا في المجال بتاعك، او زي ما بيقولوا ان احنا نقابل مدير احلامنا في الاسانسير. دي فكرتها. هنعرف النهارده عن learning objective بتاعتها، تعريفها، ازاي بقدم نفسي في اقل وقت، البودي لانجوج. بودي لانجوج حاجه مهمه. في مننا اكيد اللي يقول لك اصل انت لو هرشت في ودانك مش عارفه معناها ايه، بس انت لو عملت كده اهو انت بتكذب، اصل هو لو اتحرك بالجنب كده معنى من كده ان هو بيتجنبني. لا، بودي لانجوج فيها حاجات كتيره قوي، فيها تعريفات كتيره قوي، فيها طرق كتيره قوي، منها بقدر اوصل للي قدامي كنت انا فعلا واثقه من نفسي ولا لا وانا بتكلم، ان انا عارفه انا عايزه اقول ايه، حركه ايديا بتختلف، كل ده هنعمله النهارده. واخر حاجه معانا في الليرنينج اوبجكتيف هي ازاي ان انا اغتنم الفرصه، ازاي ان انا انقي الفرصه المناسبه اللي انا اقول فيها فعلا. وزي ما قلت في الاول ان انتوا كلكم رواد اعمال ما شاء الله عليكم، فانتوا لازم كل واحد يبقى مجهز نفسه لحاجه زي كده، مجهز نفسه ان هو لو انا خرجت من الروم دي وقابلت مدير انا نفسي اشتغل معاه جدا، طب انا هعرض نفسي ازاي معاه. بس بعديها دي عرفنا خلاص، عرفنا الايفالويشن عباره عن ايه او الايفالويتر. ليه هي مهمه؟ حد يعرف يقول لي من غير ما نبص هنا هي ليه مهمه؟ عشان هي ممكن تكون بتوفر عليا وقت، بالظبط، بتوفر عليا مجهود، بالظبط، سنين من عمري ممكن الفرصه دي بجد تبقى فارقه معايا دي جدا. حقيقه. من غير ما نغش معلش. ليه مهم؟ اه انا ممكن اعمل برضه علاقات قويه مع الناس اللي انا ممكن اشيب الجولز اللي انا عايزها عن طريق الكوميونيكيشن، عن طريق البراند يور سيلف. وفي حاجه كمان عايزه اقولها لكم، هي بتقوي جدا ثقتنا في نفسنا. انا واقفه قدام حد انا نفسي اشتغل معاه، انا خلاص حلم حياتي ان انا اشتغل مع المدير ده، فانا لما الاقيه قدامي هتعزز ثقتي بنفسي. طبعا هيبقى في توتر وكل حاجه، بس في نفس الوقت لا، انا هكتسب ثقه في نفسي علشان انا عايزه اقنعه باللي انا بعمله. وفي حاجه كمان هي ميزه كبيره قوي، ممكن انا يبقى عندي الميزه ان انا قابلت الشخص ده وغيري ما قابلوش، هي دي الميزه، ان انا اغتنم فرصه الميزه، اقلل وقت ومجهود، زي ما استاذه حسناء قالت طبعا ان هي بتوفر حاجات كتير قوي. هعرفها ازاي او هعملها ازاي؟ هي بتتقسم لاربع حاجات: هاو، وات، وات، وات. هاو، انا مين؟ لازم ان انا اعرفها، زي ما كان استاذ حسام قال قبل كده قبليه في السيشن قبليه، ان احنا ازاي نعرف نفسنا، ازاي نوصل للي قدامنا احنا مين بطريقه صغيره جدا او بكلمات قليله جدا. تاني حاجه هي وات دو اي دو، انا بعمل ايه؟ انا بصحى كل يوم الصبح بعمل ايه؟ او انا اصلا زي ما بنقول كده ساعات بنفقد الشغف كلنا، هو انا عايش ليه؟ هي دي الفكره يعني. تالت حاجه هي what problem do I solve، انا بعرف احل ايه. هو اللي قدامي هو مش عايز يسمع خبرتي، ما انا ممكن اقف قدامك واقول لك ايه، ازي حضرتك يا استاذه حسناء عامله ايه؟ انا اسمي هدير اشرف، انا شغاله 1 2 3، انا بخلص شغلي وبعمل وبعمل وبعمل، وخبرتي 4 سنين في البيرول. حلو تمام، طب ما في منك كتير وانا عندي سيفيهات مرميه قد كده. انت بتعرفي تحلي ايه؟ يعني زي ما انا قلت في الاول ان انا عرفت اقلل التيرن اوفر بتاعي، ماشي حلو جدا، يعني انا عرفت احل مشكله فعليه موجوده في شركتي ومأثره عليها، هو ده اللي انت بتبريزنت نفسك. رابع حاجه معانا انا ديفرنت في ايه، او انا مختلف في ايه، مميز في ايه.
يعني انا مثلا بيميزني ان انا بعرف اخلص بيرول بسرعه، عدد كبير بس بعرف اخلصه. استاذه انا اسفه، منى استاذه منى، انت قلتي ان انت بتعرفي العب بصوتي. بالظبط. ناس كتير ما بتعرفش تعمل كده، تعرفي توصلي اللي قدامك بنبره صوت معينه انت عايز تقولي له ايه. هو ده الديفرنت بتاعك. حسام مصطفى، انت ما شاركتش معانا على الكتاب. انا اسفه. payroll consultants في company named American. طيب انت ديفرنت في ايه؟ بس انا بحب الارقام جدا وبحب اشتغل في الداتا وبحب ان انا يعني اشتغل في الاكسل قوي، يعني ممكن اخلي الاكسل كمايكرو اخليه داتا سيستم بالنسبه لي، اللي انا هو يقعد يحسب لي كل حاجه، يعني بدل بدخل الفيرست لاين بس هو يبدا يشتغل كل حاجه مع نفسه. ما شاء الله، شكرا ليك. نعم. ازاي بقى نستخدم البودي لانجوج في ان احنا نبريزنت نفسنا؟ حد عنده المعلومه دي؟ انا عارفه ان هي مكتوبه وعارفه ان انتوا بتغشوا من على الجوجل بصراحة بس انا عايزه كل واحد يقول المعلومه بتاعته. يعني ممكن الوقفة بتفرق ايدينا، عينينا بتبص في اتجاه، شايفة الناس كلها ولا لا. التون بتاع الصوت بالظبط الفيشل اكسبريشن احنا مبتسمين. بالظبط، كل ده انتوا صح فيه جدا. اللي انا عايزه اقوله لكم بقى ان احنا هنا في الوقفه، ان انا ابقى واقفه مش معنى كده ان انا ممكن ابقى واقفه عامله كده. انا بتكلم مع حد وانا ساندة على الحيطه، هل هو ممكن فقد يديني؟ الشغف بقى يعني خلاص. ما انا لو فقدت الشغف مش هقنعه. انا واحده واقفه قابلت حد وعايزه اقنعه بيا بس انا واقفه ساندة على الحيطه، هل هو هيبص لي؟ ولو بص لي هيبص لي بصه اللي هو انت اصلا مش مديه نفسك اهميه عشان انا اديكي الاهميه في ان انت تسمعي. تاني حاجه الحركه، حركه الايد في الايد، يعني مش معنى كده ان انا ابقى واقفه زي ما كان برضه استاذ حسام عرض لنا فيديو ان حد واقف عمال يعمل حركه وكده وكده، ما هو مش هيبقى الانتباه بتاعه معاك، هو هيبقى انتباهه في حركه الايد. حركه الايد فايدتها ان احنا نعرف نفسنا زي ما انا لسه قايله لكم، نعرف نفسي، اعرف اللي قدامي انا بعمل ايه. تمام؟ بعد كده رابع حاجه اللي هي الاي كونتاكت. انا وانا بتكلم معاكي ببصلك في عينيكي، انت كده واصل لك ان انا مهتمه ان انا اتكلم معاكي، واصل لك انا عايزه اقول لك ايه. لكن انا لو بتكلم معاكي ببصلك اقول لك هل انت واصل لك حاجه؟ واصل لك الفيشل اكسبريشن بتاعي؟ مش واصل لك حاجه لان انت مش شايفاني اصلا. رابع حاجة وهي الأخيرة اللي هي تعبير الوش، إن أنا اللي قدامي شايف تعابير وشي. ممكن أبقى بصالك جدا بس أنا مش باصة في عينك وفي نفس الوقت تعبير وشي مش معبر عن أي حاجة. يعني أنا بقول لك حاجة صباح الخير. ايه بقى؟ أنت قرفان مني ولا أنت كويس ولا أنت صاحي أصلا منكد على حد ولا أنت متنكد عليك ولا إيه بالظبط؟ بعد كده في حاجة تانية، تون الفويس مهم جدا. ان انا نبرة صوتي تبقى عاملة ازاي، ان انا صوتي امتى يبقى عالي وصوتي امتى يبقى امتى اختار كلمات معينة وامتى يبقى عادي اتكلم فريندلي. محتاجة 2 منكم يطلعوا ممكن؟ أحسن أستاذ عبد الرحمن. دول تو سيتويشن. أول واحد عايزاك تقرا بالطريقة اللي هو مكتوبة بيها، تاني واحد عايزاك تقريه بالطريقة اللي مكتوبة. ممكن نغير النيم عادي مفيهاش مشكلة خالص. بالظبط. اتفضل. Okay. Hi, my name is Sora. I have a background in marketing and I work with small business. Hi, my name is Abdul Rahman. I have background in marketing and I work in small business. أخضر أهو، أنا أكتر من كده إيه؟ Hi, my name is Sora. I have a background in marketing and I work with small business. إيه؟ المفروض اقولها بطريقه أه حلوه ولا بطريقه وحشه؟
مونوتون يعني ولا؟ بص، هي فكرته ان هي بتقولها بالطريقه الصح، حضرتك بتقولها بالطريقه الغلط. اوكي. فانت بالنسبه لك الطريقه الغلط هي عامله ازاي؟ اللي انا قلتها. بالظبط. اوكي. تمام. الطريقه الغلط بقى اللي هو قالها، انتوا شايفين ايه اللي كان غلط فيه؟ لا غلط. هو منطفي ان هو مش عايز يتعرف على فقد الشغف. بالظبط. هنا تون الصوت كان عالي وواضح وفي ثقه في النفس. هنا استاذ عبد الرحمن كان صوته واطي جدا ومفيش اي كونتاكت وعامل كده هو في الصوت. هي دي الفكره من نفس الموقف، هو نفس الكلام اللي اتقال هنا هو اللي اتقال هنا، بس الفكره انا وصلت الكلام ده ازاي؟ ايه الطريقه او الميثود اللي انا استخدمتها عشان اعرف اوصل او اعرف اوصل فكرتي. شكرا. في فيديو هعرضه لكم. لا مش How are you? I'm great. How are you? I'm excited to hear what you have to say. You ready? Yes, I am. So let's do this. 3, 2, 1, go. Ani, Chelsea Nadishmakas. Hello, my name is Chelsea. I'm an Anishinaabe member of Altamont First Nations and the founder of Ani Retailing. I'm here to introduce dozens of amazing Indigenous designers, artists, and brands that we carry on our online platform and in-store. We aim to start the conversation on Indigenous languages 365 days a year, all while creating economic prosperity for Indigenous businesses. Remember, every conversation starts with Ani. Well, thanks very much then. هي عملت ايه؟ عرفت انتروديوس نفسها في 20 ثانية أو 20 ثانية 22. 22 سنه. طب عملتها ازاي؟ حضرتك هتقول ايه بالظبط؟ بالظبط. هي دي الفكره. هي عرفت هي عايزه تقول ايه؟ عرفت هي عايزه استغلت تقول الفرصه دي. بالظبط. هي عرضت نفسها في وقت صغير جدا بس اختارت الكلمات اللي هي عايزه توصلها له. اختارت تون الصوت الصح، كانت حركه ايديها صح، اختارت هي فعلا عايزه توصل للشخص اللي قدامها ده هي عايزه تقول له ايه بكل الطرق، باثباتات، بارقام، بتون صوتها زي ما احنا لسه قايلين. تمام؟ هنعمل اكتيفيتي كده صغننه مع بعض، ان احنا كل واحد يقول الهدف بتاعه اللي هو عايز يعمله بنفس الطريقه اللي هي عرضتها. تمام؟ في اقل من 30 ثانيه. هدف ايه بالظبط؟ يعني انت عايز تقنع، لو قابلت مديرك عايز تقنعه بايه في اقل من 30 ثانيه، مش مديرك الحالي، مديرك اللي انت نفسك تشتغل معاه. المدير الحالي احسن مدير الصراحه. خدت بالك شغال طبعا. مين عايز يبدا؟ احنا ممكن نسيب الاول دقيقتين ان احنا كل واحد يحضر مع نفسه هو عايز يبريزنت نفسه ازاي، وبعد كده هي يعني ايه؟ ما انا مش فاهمه يعني اعمل ايه؟ لازم هقابل المدير اللي عايزه اشتغل معاه. هتجهزي ان انت لو قابلتي مديرك مدير احلامك هتقنعيه بنفسك ازاي، هتقولي له ايه. ماشي. تمام؟ واضحه؟ كويس. اوكي. معاكم دقيقتين او ممكن اقل يعني ناخد شويه وقت. عادي كده. لو حد عايز يسأل على أي حاجة ممكن يقول لي، مفيش مشكلة. انتوا بيعملوا كده. ترس بليف. اوكي. في حد جاهز طيب؟ بتضحك عليا لو قمت تاني. لا خالص. بالعكس تشجعينا. انا كنت بقسم ترجمه، لو المدير اللي عايزه اقابله يكون مدير شركه ترجمه كبيره، احب يعني اقترح عليه فكره ان احنا نعمل قسم جديد في الشركه يكون كواليتي للترجمه. انا بحس دلوقتي الناس بتبقى مشغوله قوي بالديدلاينز، خصوصا في الترجمه، بتكون ترجمه ادبيه مثلا، بيبقى كل همهم ان هم يسلموا الترجمه في وقت محدد بدون ما ينتبهوا لجوده النص اللي طالع بالعربي. يعني بيبقى وعايزه كمان يكون القسم ده في حد يكون مسؤول انه يتكلم مع الكلاينت نفسه، يفهموا اهميه ان مش بس انت تبقى حاطط شروط ان هي تترجم، لا، ان انت عشان تاخد كواليتي كويسه لازم تديني وقت كويس، لازم ما تفرضش عليا الفاظ معينه ما استخدمهاش والفاظ استخدمها، لا انا المترجم وانا اللي فاهم اني هقدر اوصل الصوره الادبيه بشكل عربي صح ازاي. فده يعني القسم اللي نفسي اعمله في اي شركه ترجمه اشتغل فيها. وبس. شكرا. شكرا. شكرا.
مين تاني جاي؟ اتفضل يا استاذ رشدي. انا لو قابلت مديري بيشتغل معايا ممكن اعرف نفسي ان انا مصطفى محمد يوسف، شغال كونسلتنت بيرول انترناشونال. عندي اكسبيرينس مش في مصر بس، عندي اكسبيرينس في كذا بلد، فممكن يكون اول تطوير ليه اللي احنا هنجيب اتراكتيف للناس عايزه تتعلم بيرول بره مصر، حتى نديهم فرصه ان هم يشتغلوا انترناشونال بدل ما دايما البيرول متحاصر في مصر بس. كان عندنا احنا كاتراكتيف للناس تيجي تتعلم عندنا البيرول انترناشونال على حسب البلد اللي احنا عارفين البيرول بتاعتها، ونعلم الناس وساعتها ممكن نديهم فرص ان هم يشتغلوا انترناشونال بره بالبراند اللي اسم الشركه بتاعنا تحتها كونسلتنت اند تريننج. طيب انا لو قابلت مدير احلامي في الاسانسير، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا اسمي عبد الرحمن، على فكره احنا كونكشنز على لينكد ان، انا متابع حضرتك جامد يعني. انا شايف حضرتك شغال في شركه كذا كذا، على فكره انا سينيور تالنت مانجمنت بقالي 8 سنين، وشفت ان عندكم اوبن فيكنسي، انا انترستد جدا ان انا اقدم، هل ممكن؟ رحمة؟ هقول ان انا اسمي رحمة طارق، شغالة في الاتش ار بقالي 3 سنين. يعني لو جالي فرصة ان انا ابقى مع حضرتك في التيم، باكد لك ان انا هقدر احافظ لك على ورك انفايرمنت كويسة جدا، هقدر اقلل التيرن اوفر لان مينلي دي اكتر حاجات انا شاطرة فيها. انا بعرف اتعامل مع كل حد من التيم عندي كويس قوي بالشكل اللي يرضيه ويحس ان هو واخد كل حاجة. عرفت اثبت ده في المكانين اللي انا اشتغلت فيهم، التيرن اوفر قل جدا، قدرت اظبط الورك انفايرمنت اللي الناس شغاله فيها، قدرت احافظ على تيم بوزيتيف جدا بيطلع كواليتي في الشغل كويسه قوي. فلو في فرصه ان احنا نناقش ده مع بعض، يعني ده الكارت بتاعي، هتمنى حضرتك توفرني معاه نقدر نتناقش فيه. لو قابلت مدير احلامي في الاسانسير، بس مش هقابله في الاسانسير. ليه؟ هو انا عايزه اقابل طارق نور، انا هيبقى معايا موبايلي وهسمعه الفويس اوفر بتاع الاعلان اللي عملته. يعني هوريه على طول، هسمعه على طول، مش هكلمه عن نفسي، هيبقى موبايل في ايدي في الاول والاعلان معايا طول الوقت فهسمعه. انت على طول بتبقي مجهزه حاجه يعني؟ هي معايا طب احنا ممكن نسمعها عشان بس ما اخدش من وقت، خلاص في مفاجاه. خلاص ماشي. طيب انا لو قابلت المدير اللي انا عايز اشتغل معاه في الاسانسير، هبدا الاول اسلم عليه وارحب بيه، وبعد كده اعرفه بنفسي. انا حسام حسن، شغال في الاتش ار بقالي 3 سنين، مينلي في الريكروتمنت والاو بي. وطبعا كلنا عارفين ان اكبر مشكله بتواجه الشركات دلوقتي هي فكره التعيين، انك تدور على حد من البلو كولرز. فبالتالي انت محتاج حد عنده شبكه معلومات كبيره، عنده كونكشنز كتير جدا، يقدر يتعامل مع اكتر من حد في نفس الوقت، يساعده ويسبورت في حته انه يجيب البلو كولرز اللي هو محتاجه. وانا شايف ان انا بقدر اعمل الموضوع ده، فاكيد هنبقى كونكشن كويسين جدا مع بعض ان شاء الله. شكرا. ممكن اسالك سؤال؟ مين شايف ان هو عارف يوصل الفكره؟ عرفتي توصليها؟ كويس جدا. طب مش كلكم سبتوا كونكشن ليه ان هو يقدر يتصل بيكم بعد كده؟ رحمه حضرتك له كارت، وانا هديله رحمه وعبد الرحمن قالوا ان هو اصلا كونكت معاه على لينكد ان. تمام. انت عرفته، انت عارفه منين؟ انتوا عرفتوه منين؟ هو بصي انا ما خدتش الفكره قوي ان هو لما السؤال سالتيه قلتي ايه الهدف اللي انتوا عايزين تعملوه، او ان انتوا لو قابلتوا مدير احلام تحكوا لكم عنه، فما جاش في مخي ان انت عايزه الكونفرزيشن تدور ان انا قابلته وكلمته. تمام، هو ده اللي انا كان قصدي، ان انتوا تجهزوا نفسكم لاي وقت انت ممكن تقابلوا فيه. ان انا ابقى عايزه ابريزنت نفسي، في نفس الوقت ابقى عايزه اوصل له انا عرفتك منين؟ انت اللي انا عايزه اشتغل معاه. ليه؟ علشان 1 2 3 بطريقه مختصره. واسيب له البراح ان هو يفكر ويكونكت او يتصل بيا، اسيب له طريقه ان هو يرجع يكلمني يعني. تمام؟ احنا كده خلصنا.
لو في اي سؤال حابين انتوا تسالوه اتفضلوا، ولو جه في دماغكم اي سؤال ده الميل بتاعي ممكن تبعتولي في اي وقت، وان شاء الله اقدر اكون فدتكم.